السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ النهاردة احنا في العيد، وتعالوا بقى نوريكم ازاي الأندونيسيين بيحتفلوا بالعيد بتاعهم. دي أجواء العيد في أندونيسيا. طبعا احنا جنب البحر، هو مش شاطئ، يعني هما بيسموه شاطئ ولكنه يعتبر يعني مش شاطئ ينفع ان انت الناس تعوم فيه، تنزل فيه، تسبح، انما بس بيستمتعوا بالميكس اللي هو بتاع الخضار والشواطئ. طبعا المكان مليان جميع الأكلات الشعبية دي، طبعا فواكه، كل ده فواكه، شمام، كنتالوب، على بطيخ، وبيحط فيها عصير. السلام عليكم. ده بيكون عبارة عن سمك وبيحطوا عليه دقيق ونشا، ويا اما بقى بيحمروه يا اما بيحطوا عليه زي صوص كده خفيف، صوص سمك برضو. ده سوسيس طبعا معروف. الشعب الاندونيسي من اطيب الشعوب، الناس كلهم يعني بيرحبوا بالغريب، عشان كده هي كدولة سياحية رقم واحد. تعالوا بقى، احنا ممكن في سلم هنا، ممكن ان احنا ننزل تحت. تقريبا مظاهر العيد يعني مش بتختلف كتير قوي عن الدول العربية. برضو الناس قاعدة في الأرض اهي. احنا ممكن ننزل هنا بقى، نحاول نشوف البحر من قريب. وده منظر البحر، المفروض بقى انا عايز انزل تحت هنا. تعالوا بقى، بسم الله. لسه فيه. هو بقى زي ما قلت لكم، الشمس صعبة، فالواحد بقى هيحاول ان هو ايه، ادور على اي حتة ظل استخبى فيها من الشمس دي. لان الشمس في اندونيسيا يعني ما ينفعش انك تتفاهم معاها يعني. مظاهر الاحتفال بالعيد في اندونيسيا تكاد تكون مشابهة للدول العربية. يعني بتلاقيهم ان هم الاطفال بيشتروا لهم لبس جديد، والاب والام برضو بيجيبوا لنفسهم لبس العيد. بيدوا عيدية للاطفال زي النظام عندنا بالظبط. بعد صلاة العيد الحي كله بيتجمعوا في منطقة معينة، بحيث ان الجيران يسلموا على بعض ويتبادلوا التهاني بالعيد. القرايب بيزوروا بعض والاصدقاء. لازم بتلاقي طبعا الكحك والبسكوت موجود اساسي. اعتقد ان هم خدوا العاده دي من عندنا، بس يعني الكحك مش زي اللي عندنا، يعني ما تتوقعش ان انت هتلاقي نفس انواع الكحك اللي هي موجوده عندنا في الدول العربيه. لا، احنا يعني متفوقين في الحلويات الشرقيه، هي اسمها حلويات شرقيه.
فدي يعني موجودة عندنا أكتر، أعتقد إن هم أخدوها مننا ولكنها موجودة. وزي ما انتم شايفين العائلات بتخرج تستمتع بالعيد في أي متنزه عام أو في حديقة أو في شاطئ. فده كانت نبذة مختصرة عن العيد في أندونيسيا. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك، ما تنسوش اللايك والشير. اعذروني النهاردة لأن الشمس جامدة، مش عارف ألاقي مكان أستخبى فيه من الشمس علشان أعرف أصور. أشوفكم فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.